بسم الله الرحمن الرحيم. توقفنا أمس عند صفحة 49. ثالثا الأسماء الخمسة من الكلمات التي تعرب بعلامات فرعية وهي تعرب بالحروف. ثالثا الأسماء الخمسة تعريفها هي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. وفي كثير من الكتب القديمة كانت يطلق عليها الأسماء الستة. هناك كلمة اسمها هنو ولها لغات، ولكن العلماء كثير من العلماء اقترح إبعاد هذه الكلمة لأنها ما عادت تستخدم في العصر الحديث وسموها بالأسماء الخمسة. فإن وجدت في الكتب القديمة الأسماء الستة وعند الدكتور عبد الراجحي الأسماء الستة فلا غرابة في ذلك. إن وجدت الأسماء الستة لا غرابة في ذلك، هي ستة. الكلمة الأخيرة هي كلمة هنو. حكمها ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء بشروط. هناك شروط لكي تعرب الأفعال الخمسة هذا الإعراب. نقول شروط إعراب الأسماء الخمسة أو الأسماء الست. أول شرط من هذه الشروط أن تكون مفردة. هذا أول شرط. فإن كانت مثنى مثل أبواك لا تعمل، وإن كانت جمع لا تعمل. هذا أول شرط من شروط الأسماء الخمسة، أن تكون مفردة. قال الله سبحانه وتعالى قال أبوهم واحد فقط. قال أبوهم. ثاني شرط من شروط الأسماء الخمسة أن تكون مضافة. معنى مضافة بعدها مضاف إليه. أن تكون مضافة إلى، وهذا شرط آخر، إلى غير ياء المتكلم. فلا تقول أبي أو أخي، هذا لا يكون. أن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم. أبانا، أباه، أباها، أباهم، أباهما، أباك، أباكم، أباكما، إلى غير ياء المتكلم. أبو سعيد، أبو محمد، أبو عبد الله. أن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم. الشرط الثالث أن تكون خالية من الميم، بمعنى ألا تكون فمك. إن قلت فمك نظيف أو نظف فمك، كلمة فو بمعنى فم، بشرط أن تكون خالية من ميم. لو ذكرت فيها الميم هي اسم عادي مفرد ليس من الأسماء الخمسة. رابع شرط من شروط الأسماء الخمسة أن تكون مكبرة. ما معنى مكبرة؟ لا يدخل عليها التصغير، والتصغير هو ضم الحرف الأول، افتح الحرف الثاني ثم سكن ياء، ضم افتح سكن ياء. هذه القاعدة العامة للتصغير. فلا تقول أبيك، سلم على أبيك. ما هذا أبيك؟ هذا أبوك الصغير. وأخيك هذا أخوك الصغير. هذا لا يكون من الأسماء الخمسة. 4 شروط متى وجدت في كلمة أب، أخ، حم، فو، ذو فهي من الأسماء الخمسة. تعرب بعلامات فرعية ليست أصلية، وتعرب بالحروف لا بالحركات. فترفع علامة الرفع، فترفع بالواو نيابة عن الضمة، وتنصب بالألف نيابة عن الفتحة، وتجر بالياء نيابة عن الكسر.
الثالث. أن تكون فو خالية من الميم. أقول نظف يا محمد فاك. هذه من الأسماء الخمسة، هي اسم مفرد أضيف إلى غير ياء المتكلم، لا يكن عليها تصغير، والفو خالية من الميم. ولكن لو قلت نظف فماك، هذه ليست من الأسماء الخمسة. هنا فاك مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة، والكاف مضاف إليه. هنا نظف فماك مفعول به منصوب بالفتحة ليس بالألف لأنها ليست من الأسماء الخمسة، والكاف في محل جر مضاف إليه. وإليك البيان والأمثلة الجيدة. الأسماء الخمسة تعريفها هي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. حكمها ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، فهي تعرب بالواو رفعا نيابة عن ماذا؟ عن الضمة، نحو قول الله تعالى قال أبوهم. بسم الله محمد. أعرف قال في الماضي من على فتح. من قال؟ قال أبوه. أبوه فاعل مرفوع علامة رفعه تم ظاهر. لماذا ضم؟ مرفوع علامة رفعه واو نيابة عن ضم لأنه أسماء خمسة. والهم هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. أحسنت محمد. وقوله تعالى قال لهم أخوهم. بسم الله عمرو. قال فعل الماضي مبني على الفتح. لهم اللام لا حرف جر مبني على الفتح. وهم ضمير لا محل له من الإعراب. وهم ضمير متصل في محل رفع مبني على السكون. مبني على السكون في محل رفع فاعل. في محل جر اسم مجرور. في محل جر اسم مجرور. من قال؟ أخوهم فاعل مرفوع وعلامة فاعل مرفوع بالواو وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضم لأنه نيابة عن الضمة. نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة. هم ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع مفعول به. في محل جر مضاف إليه. كل ضمير يتصل باسم في محل جر مضاف إليه، هذا قاعدة عامة. قال أخوهم، قال فعل ماض اللام حرف جر، هم ضمير متصل في محل جر اسم مجرور، وأخوهم فاعل مرفوع بالواو، وهم في محل جر مضاف إليه. مرة أخرى عمرو بدون تسرع. قال فعل مبني على الفتح مبني على الفتحة مبني على الفتح بدون تاء مربوطة. كل مبني ليس فيه تاء مربوطة. قال فعل ماض مبني على الفتح. لهم اللام حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. هم ضمير متصل في محل هم اسم ضمير متصل مبني على السكون. ضمير متصل مبني على السكون في محل جر اسم مجرور. أخوهم فاعل مرفوع بالواو. فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنها الأسماء الخمسة. هم ضمير متصل في محل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. نعم. وقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته. محمد ولينفق الواو عفوا لينفق ذو سعة. حرف الأمر. اللام لام الأمر حرف مبني على الكسر. ينفق في مضارع منصوب بلا ولا متجزم السكون. أين الفاعل يا محمد؟ والفاعل ضمير مستتر. لا يا محمد كلمة ذو. والفاعل ضمير ذو فاعل مرفوع لا مترفع ضمة الظاهرة ساعة مضاف إليه مجرور ولا متجري الكسر. طب عفوا مرة أخرى محمد. اللي ينفق اللام نعم حرف الأمر مبني على الكسر لا محل من الإعراب. ينفق في المضارع مجزوم بلا ولا متجزم فيها السكون. ذو فاعل مرفوع لا مترفع ضمة الظاهرة. ليس ضمة محمد، هذا من الأسماء الخمسة. ذو الواو علامة ذو فاعل مرفوع لا مترفع الواو لأنه من الأسماء الخمسة. ساعة مضاف إليه مجرور لا متجري الكسر. وتعرب بالألف نصبا نحو قوله تعالى جاءوا أباهم. بسم الله أبا عبد الله. جاءوا فعل ماضي مبني على الضم واو جمع
ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. أباهم فاعل مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتح نيابة عن الفتحة نيابة عن الفتحة. وهم ضمير مستتر لأنه من الأسماء من الأسماء الستة. وهم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. وقوله تعالى ونحفظ أخانا الواو وأحسن ما قبلها. نعم نحفظ فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. أخا من نحفظ من نفعل. نعم نحفظ نحن والفاعل ضمير والفاعل ضمير وجوبا مستتر فاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن. ماذا نحفظ؟ أخانا مفعول به منصوب وعلى الفتحة. لا علامة نصبه مفعول به منصوب وعلامة نصبه ألف نيابة عن الفتحة لأنه من أسماء الخمسة. نا مضاف إليه ضمير الضمير مضاف إليه متصل وعلامة نصبه فتحة. ضمير متصل مبني على السكون مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. هذا إعراب أي ضمير يتصل باسم مرة أخرى. والحصل بما قبلها. نحفظ فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. الضمة الظاهرة. نعم الضمة الظاهرة. من يحفظ؟ نحن. الضمير الفاعل ضمير مستتر تقديره وجوبا تقديره نحن. أخا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتح. نا مضاف إليه لأنه من الأسماء الخمسة. نا مضاف إليه ضمير متصل. ضمير أولا مضاف إليه. أولا ضمير متصل. ضمير متصل مبني على السكون وعلامة في محل جر مضاف إليه مع التعود. نعم إن شاء الله. ونحفظ أخانا. وقوله تعالى وآت ذا القربى حقه. بسم الله حاج محمد. الواو وعلى حسب ما قبلها. آتي فيلم. نعم مبني على حذف حرف العلة. نعم حذف حرف العلة وكسر دليل على حذف الياء. ما في مشكلة. من آتي وآتي أنت والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. هذا مفعول به مصارع نسب ألف لأنه من الأسماء الستة. والقربى مضاف إليه بعد اسم بعد الأسماء الخمسة لابد مضاف إليه. مضاف إليه مجرور علامة جره الفتحة الكسرة فتحة نيابة عن الكسرة المقدرة منع من ظهورها التعذر. مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة للتعذر. كلمة آتي هذا فعل ينصب مفعولين من الأفعال التي تنصب مفعولين. آتي أنت ذا القربى حقه ذا مفعول به أول وحقه مفعول به منصوب وعلامة نصبه. الجملة زي ما حضرتك ترجمتها كده وآتي أنت ذا القربى. نعم هي جملة مفيدة. وآتي ذا القربى جملة ليست كاملة. آتي أنت ذا القربى. ماذا آتي ذا القربى؟ يعني دي بالسجاية حضرتك بتجيبها كده ولا؟ نعم هو الجملة الفعلية التي يصح أن تقف عندها تكون جملة. وآتي ذا القربى هذه أنت ما فهمت منها شيء. ماذا آتي؟ ماذا أعطيه؟
أعطي ابنك. هل هذه جملة كاملة؟ تفضل. هل هذه جملة كاملة؟ لا، أنت تقول أعطي ابنك شيئا، هذا الشيء هو المفعول به ثاني. يعني إن شاء الله ستدرس إن شاء الله في كتاب التطبيق النحوي الأفعال التي تنصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، تجد أن المفعولين مبتدأ وخبر، وأنت لا تستطيع أن تكتب جملة بدون خبر. المبتدأ والخبر سيكونان مفعول أول وثاني، وهناك أفعال تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، سندرس إن شاء الله. حقه مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. وآتي ذا شو الأمر دائما وجوبا أنت أو أنتم؟ نعم. أو أنتن. لا لا، اترك هذا، أنت على حسب. آتي أنت فقط الذي عندك، لكن لو أنت تأمر جمع سيكون بحذف النون. نعم. وآتي ذا القرب حقه كما قال أخونا محمد، الواو على حسب ما قبلها. آتي هذا فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقدير أنت، وذا هذا مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الخمسة. والقرب مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة منع من ظهورها التعذر. وحقه مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. وتعرب بالياء جرا نحو قوله تعالى رجعوا إلى أبيهم. بسم الله عظيم. رجعوا فعل مضارع مبني. رجعوا فعل الماضي. فعل الماضي مبني على الفتح. رجعوا. أين الفتح؟ لا، مبني على السكون. أين السكون؟ على الألف. هذه الفعل اسمه راجع، آخر حرف عندك في الفعل هو العين، هو الذي تظهر عليه علامة الإعراب. هذا الواو وهذه الألف هذا هو الضمير. نعم. مرة ثانية رجعوا فعل الماضي مبني على الضم. نعم. تقول لاتصاله بواو الجماعة إن أردت. واو الجماعة ضمير متصل في محل رفع فاعل إلى حرف جر مبني على السكون لا محل من الإعراب. أبيهم اسم مجرور بإلى وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الخمسة. هم ضمير متصل في محل رفع فاعل. لماذا أنت ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. نعم. رجعوا إلى أبيهم. رجعوا ليس رجعوا. رجعوا فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل إلى حرف جر، ليس جر، هذا جر عامية، ليس في اللغة العربية الجيم. إلى حرف جر. هم يضحكون. أبيهم اسم مجرور بإلى وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الخمسة، وهم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. وقوله تعالى سنشد عضدك بأخيك. بسم الله. خضير. السين مبني لا نشد وأين هو شد يشد؟ هو الدال حرف صحيح. سنشد سنقوي عضدك بأخيك. مرة أخرى السين نشد من سيشد؟ أين الفاعل؟ والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن. عضدا.
مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة. والكاف كاف ضمير متصل مبني على الفتح في لا محل له. كيف لا محل؟ ماذا محل؟ بسرعة. طيب إذا اسم ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر. الباء حرف جر مبني على الكسر في محل لا محل من الإعراب. أخي اسم مجرور وعلامة بالباء. اسم مجرور بالباء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسر. نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الخمسة. والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. وقوله تعالى ولذي القربى. بسم الله محمد. وعلى حسب قولها اللام حرف جر مبني على الكسر محل من الإعراب. ذي ثم مجرور وعلامة جره باللام بالله وعلامة جره الياء يبدأ عن الكسر. القربى لأنه من الأسماء الخمسة. محمد دي اسم مجرور بلام وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة. القربى مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر المقدر للتعذر. للتعذر. نعم. واعلم أن الأسماء الخمسة لا تعرب بالحروف إلا إذا توفر فيها 4 شروط نذكرها فيما يلي. 4 شروط لابد أن تتوفر حتى نقول هذا من الأسماء الخمسة. شروط إعراب الأسماء الخمسة بالحروف: 1. أن تكون مفردة، فإن ثنيت أعربت إعراب المثنى نحو جاء الأخوان. الأخوان هنا ليس من الأسماء الخمسة، هو فاعل مرفوع وعلامة رفعه ألف لأنه مثنى. ورأيت الأخوين هذا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. وسلمت على الأخوين اسم مجرور بعلى وعلامة جره الياء لأنه مثنى. هذا ليس من الأسماء الخمسة. وإن جمعت أعربت إعراب الجمع نحو جاء الآباء ورأيت الآباء وسلمت على الآباء. كل هذا لا يعد من الأسماء الخمسة. 2. أن تكون مكبرة، فإن صغرت كأخي وأبي أعربت بالحركات الظاهرة نحو جاء أخيك ورأيت أخيك وسلمت على أخيك. كل هذا ليس من الأسماء الخمسة لأنها مصغرة. أخ صغير. أن تكون مضافة، فإذا لم تضف أعربت بالحركات الظاهرة. جاء أب فاعل مرفوع بالضمة، رأيت أبا مفعول به منصوب بالفتحة، سلمت على أب اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة. 4. أن تكون إضافتها إلى غير الياء، فإذا أضيفت إلى الياء أعربت بالحركات المقدرة نحو جاء أخي، هذا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها حركة المناسبة. ورأيت أخي مفعول به وسلمت على أخي اسم مجرور وكلها بالعلامات المقدرة منع من ظهورها المناسبة. هذه كانت الأسماء الخمسة. كل الإعرابات التي أعربناها كلها إن شاء الله موجودة في الكتاب. يجب على الإنسان فينا وخاصة الطلاب الأعاجم أن يقرأوا في الإعراب، خاصة النماذج الإعرابية كثيرا حتى يتعود لسانه على النطق الصحيح. والحمد لله نحن لا نختلف مع الأستاذ في أي لفظ. الكتاب يكتب كلام نحن نتفق عليه ولا يختلف بيننا وبينه أي شيء إلا أشياء بسيطة فقط في الضمير. هو يقسم الضمير، هم يقول الضمير هو هاء والميم علامة الجمع، هما الضمير هو الهاء والماء علامة المثنى، وهذا لا مشكلة. تريد أن تعرب هكذا، والأفضل والأسهل أن تعربه كلمة واحدة، هما ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. فلا ننسى ولا نتكاسل عن الإعراب الذي يكون بعد الدرس مباشرة. الأفعال الخمسة ودرسناها قبل ذلك وسندرسها مرة ثانية إن شاء الله.
رابعا الأفعال الخمسة. تعريفها: هي كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، وهي يفعلان للمثنى المذكر، وتفعلان للمثنى المؤنث، ويفعلون للجمع الغائب، وتفعلون للجمع المخاطب، وتفعلين للمفردة المخاطبة. حكمها: ترفع بثبوت النون، وتنصب وتجزم بحذفها. فهي الأفعال الخمسة تعرب بعلامات فرع، وهو إعراب بالحروف. علامة فرعية نعم ليست أصلية، وحروف أنت تقول ثبوت النون حذف النون. إذا أنت تتعامل مع أي حرف نون، لا تتعامل مع حركة. فمثالها في حالة الرفع قوله تعالى: تؤمنون بالله. بسم الله يا عبد الرحمن. تؤمنون بالله فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه النون نيابة عن ليس النون، ثبوت النون. ثبوت النون نيابة عن الدم لأنه من نيابة عن الضمة. نيابة عن الضمة. هذا أنت تاء مربوطة في حالة الإعراب، ني تاء مربوطة في حالة البناء. عندما يكون بناء أنت تاء مربوطة له. هذه كلمات دقيقة في الاستخدام. نيابة عن الضمة لأنه من أفعال الخمسة. أحسنت. واو الجماعة. واو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. نعم. باء حرف الجر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. الله لفظ الجلالة اسم مجرور بباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة. أحسنت أخي. وقوله تعالى: والنجم والشجر يسجدان. بسم الله. الواو حسب ما قبلها. النجم فعل ماضي. النجم هذا اسم فيه ألف ولام. بدأنا به الجملة الاسمية، ما إعرابه؟ اسم بدأنا به الجملة الاسمية إعرابه مبتدأ مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. عندنا كلمة الظاهرة والمقدرة، هذا أساس في التعليم. في النحو أساس تقول مقدرة ظاهرة. ولماذا؟ لابد أن تتعود من الآن على هذا، من بداية الإعراب، تعلمك الإعراب. ضمة ظاهرة الحمد لله، مقدرة عندك 4 أسباب تكون مقدرة، 4 أسباب. منهم كنا عندما ينتهي بألف يكون تعذر، وعندما تنتهي بياء المتكلم حركة المناسبة، عندما تكون بياء أو واو ثقل. هكذا تتعلم إن شاء الله. مرة أخرى: الواو حسب ما قبلها. النجم مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. الواو حرف عطف. نعم. مبني على فتح لا محل له من الإعراب. الشجر خبر. اسم معطوف مثل ما قبله. اسم معطوف كان قبله مبتدأ مرفوع. اسم معطوف مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. سندرس إن شاء الله هذا، أن نحن ما درسنا. مرة أخرى: الواو والنجم. الواو معطوف عطف. الواو الأولى واو حسب ما قبلها. النجم مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. الواو الثانية الواو حرف مبني على فتحة لا محل له من الإعراب. مبني على الفتح ليس فتحة. كلما تقول مبني لا تقول تاء مربوطة. مبني على فتح. ماشي يا عم. نعم. مبني على فتح لا محل له من الإعراب. الشجر اسم معطوف مرفوع وعلامة الضمة الظاهرة. نحن لا نقول على حسب ما قبلها، أنا أشرح لك. لكن ما قبلها كان مبتدأ مرفوع. اسم معطوف مرفوع. يسجدان فعل مضارع مبني. لا. يسجدان فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت ثبوت النون.
لأنه من الأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة هنا ترفع بثبوت النون. هذا كان الأصل ضمة، الفرع ثبوت النون. هذه الأفعال الخمسة هكذا إعرابها، ترفع بماذا؟ بثبوت النون. وعندما تنصب يكون قبلها حرف نصب أو جزم، تنصب وتجزم بحذف النون. لن يسجدا، لم يسجدا. ثبوت النون، حذف النون. متى ثبوت النون؟ متى ثبوت في الرفع؟ ومتى حذف النون؟ في النصب والجزم. مرة ثانية، مرة ثانية. يسجدان فعل مضارع مبني مرفوع، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من أفعال الخمسة. وألف الاثنين. نعم، عندك يسجد ونون وعندك ألف الاثنين. ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. ضمير متصل مبني على السكون محل رفع. والجملة الفعلية أنت قلت النجم مبتدأ. نعم. والجملة الفعلية في محل رفع خبر. لابد أن يكون خبر. نعم لابد. لابد. لا تتم جملة اسمية بدون خبر إلا في حالة واحدة ستدرسها إن شاء الله، يكون فاعل سد مسد الخبر. أنت لو تخرج من هذه الحصة تعرف هذا إعراب جيد، هذا جيد جدا. لكن نعم لو خرجت اليوم من هذه الحصة بإعراب والنجم والشجر يسجدان بفهم، بسم الله ما شاء الله ستصل مع الاستمرار. بعض الناس يكثر من العلم في مرات ولا فائدة من علم، وبعض الناس يقل ويستمر. قليل مستمر أفضل. كثير من الناس كان عندنا ونحن صغار برنامج في القرآن الكريم، تحفظ القرآن مع الإذاعة. هذا كلام منذ عمر، هذا العمر ممكن يمتد إلى، بالنسبة لي أنا عندي 48 سنة، يعني ممكن من 30 سنة تقريبا أو يزيد عن 30 سنة. 30 سنة يزيد عن 30 سنة. برنامج كل يوم 3 آيات مع الشيخ في إذاعة تسمى إذاعة القرآن الكريم. الشيخ يردد وأنت تردد خلفه، وفي ثاني يوم يجعلك تقرأ. كان برنامج جميل. وكنا في بداية نحن حفظنا للقرآن كنا نحفظ في اليوم ربع ربع ربع. كنا نقول ما هذا 3 آيات، هذا قليل جدا. ما هذا 3 آيات كل يوم. بعض الناس استجاب لهذه 3 آيات، هو يعرف أن قليل دائم خير من كثير منقطع. نعم بسم الله ما شاء الله. بدأنا معهم وقلنا قبل أن ينتهي الشيخ من النصف نكون نحن قد انتهينا من القرآن. نعم استمرينا سبحان الله، جزء 2 3 4 5 6، ثم حدثت الله أعلم ماذا من مشاكل وماذا من مشاغل، توقفنا. ثم بدأنا مرة ثانية، الذي حفظناه أنسيناه، حفظنا مرة ثانية. مهم الشيخ انتهى من المصحف وختم المصحف، ونحن كنا يعني مجموعة في المسجد ما حفظ أكثرنا من 6 أو 7 أو 8 أجزاء، وربما ليس جيد. نعم نحن ما عندنا هذا الانتظام في الحفظ ولو قليل. بعض الناس يريد أن يبدأ في حفظ القرآن الكريم. أنا سأبدأ إن شاء الله لو عنده نية الاستمرار ولو آية، أفضل من أن تكون هذه ليست موجودة. لو هو عنده كل يوم يحفظ آية واحدة، آية ليست آيتان، قل هو الله أحد، كل يوم يحفظ آية من كتاب الله، تعرف كم يتم حفظ القرآن الكريم؟ بعد كم؟ بعد 20 سنة. أوه أنت تستكثر جدا، تقول كيف هذا بعد 20 سنة؟ خلاص لا مشكلة، احفظ كل يوم 5 آيات، لا 20، احفظ كل يوم 5 آيات، لا آية، ولكن استمر. أنت لا تستمر. أنت لو تبدأ من الآن
من الآن. عندك كم سنة عبد الرحمن؟ 33. 33. عندما تتم 53 تكون خاتما لكتاب الله. هذا والله جيد، هذا والله جيد، هذا جميل جدا. لو كل يوم آية عند 53، أنا عندي 48. لو أنا أحفظ كل يوم آية عند 68 في آخر عمري، والله أعلم، ممكن يمتد بي العمر أو يقصر هذا، ولكن سأكون خاتما لكتاب الله. هذا والله فضل ما بعده فضل. ولكن الناس الآن وإخوة ومشايخ، تعالى من يتم حفظ القرآن؟ لا شيء إلا من رحم ربي وقليل منه، وهي آية واحدة. الله سبحانه وتعالى قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر. ولكن أين من يحفظ آية واحدة يستمر عليها؟ وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. أحب عمل إلى الله الذي يكون دائما ولو هو قليل، ولو هو قليل. والله بعض الناس تدخل في حفظ القرآن بمهل وبهدوء، 3 آيات كل يوم، 5 آيات، لكن تستمر وتراجع، تستمر وتراجع. هذا 5 آيات، 3 آيات، ماذا يأخذ من وقت؟ هذا 3 آيات كل يوم، ماذا مشكلة؟ لو أنت 3 آيات كل يوم، في كم سنة تحفظ القرآن؟ في كم؟ في 6 سنوات ونصف. 6 سنوات، في 7 سنوات تحفظ 3. أنت ماذا؟ أنت مجتهد؟ 6 آيات جيد جدا. في كم سنة؟ في 3 ونصف. أنت قسم 3 ونصف، 6 آيات كل يوم في 3 سنوات ونصف تنتهي من حفظ القرآن. سبحان الله. وهكذا. آية يوجد كبير، يوجد لا مشكلة، آية صغيرة، آية كبيرة، في 20 عاما إن شاء الله تنتهي من حفظ كتاب الله. طيب كم مر علينا؟ أنا نويت أن أختم هذا القرآن منذ كم سنة؟ كان عندي 15 سنة. كان عندي 15 سنة وأنا أريد. إلى الآن عفوا ما كنت أحفظه ونسيته. لماذا؟ لا استمرار ولا دوام. وهذه مشكلة طالب العلم. عندي طالب يعني حفظه الله والله عنده ورد يومي يفعله، عنده ورد أسبوعي للترويح، ورد أسبوعي للطعام والشراب، يكتب ما يأكل وما يشرب، يكتب ما يأكل وما يشرب مرة واحدة في الأسبوع. يكتب سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة، يكتب ماذا سيأكل كل يوم. لماذا؟ هو يريد يضيع مرة واحدة في الطعام، ليس كل مرة ماذا آكل ماذا أشرب، مرة واحدة هو جلس للطعام. إذن هي للطعام. يوم السبت سأكل كذا، أحد كذا، اثنين كذا، ثلاثاء كذا، أربعاء كذا، يوم الخميس سأجمع ما تبقى عندي، يوم الجمعة أذهب إلى أصدقاء أتناول طعام مع أخي أبي. خلاص انتهى من موضوع الطعام. ليس كل يوم يفكر ماذا أفعل اليوم، كل يوم يضيع وقت. عنده ورد يوم، هو يحفظ 3 آيات كل يوم. طالب سيأتينا اليوم إن شاء الله هنا، هذا الطالب هو بفضل الله انتهى من كتاب الممتع وما يعني واكتفى به، لأنه عنده فهم عميق وبدأ في القرآن الكريم، والآن يحفظ 40 النووية. يبدأ في شرح وحفظ 40 النووية. عنده بعض كلمات صعبة يأتي ليأخذ فيها درس خاص، لكن عنده نظام سبحان الله. ماذا يأكل، ماذا يشرب، كيف يروع عن نفسه. لو في أسبوع من الأسابيع لم يروع عن نفسه يمرض والله. يقول لا، عنده نظام. هذا النظام يفتقده الرجل المسلم ويفتقده مع كتاب الله. لو كل يوم قرأ بعد كل، لا سبحان الله سبحان الله. والله ما أسهل العبادة، ما أسهل العبادة لمن يضعها في رأسه. هل صعب أن تختم القرآن في شهر؟ ما الصعوبة فيه؟ ما الصعوبة أن تقرأ كل يوم جزء؟ كم يأخذ منك الجزء يا محمد قراءة؟ أقول لك
مع الرجل الماهر في القراءة ثلث ساعة. ما هذا ثلث ساعة؟ كم دقيقة؟ هل 20 دقيقة كثير في اليوم توفر 20 دقيقة؟ والله لا كثير. ولو أنت تعمل أي عمل والله ليس صعب. أنا أجد أخونا عبد الرحمن يقرأ، نعم، صفحة صفحتين، هيا عبد الرحمن، بسم الله أستاذ. ما هذا ثلث ساعة؟ أنت رجل أعجمي صعب عليك القراءة، نصف ساعة، ثلث ساعة، ساعة. ماذا مشكلة في ساعة في يوم لطالب يأتي العلم لا يأتي العمل؟ ماذا مشكلة؟ لا مشكلة، ساعة. وثلاث آيات كل يوم تختم في 6 سنوات. 3 آيات تختم القرآن في 6 سنوات. عبد الرحمن عند 40 سنة يكون قد انتهى حفظا لكتاب الله. نعم، أي شرف، أي شرف هذا، يكون خاتما لكتاب الله. نحن ينقصنا النظام. تريد أن تتعلم؟ نعم، خذ هذا الكتاب، بعدما ينتهي الأستاذ وينتهي اذهب إلى البيت، اجلس عليه ساعة وراجع، وفي كل أسبوع، آخر كل أسبوع أراجع. ستتعلم. نحن ينقصنا هذا العمل الدائم والنظام في المذاكرة. النظام في كل شيء. لو عندك نظام في كل شيء والله حياتك تكون طيبة جدا. نحن نفتقد هذا النوع من النظام، نفتقده. لابد يكون لك نظام. الله سبحانه وتعالى قسم لك اليوم بنظام غريب، حتى ساعة النوم قسم لك حتى ساعة النوم. متى النوم؟ هل الله تكلم عن النوم متى تنام ومتى تقوم؟ تكلم عنه؟ نعم تكلم عنه. أين؟ في القرآن الكريم وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. متى تنام؟ انظر، متى تنام؟ نعم، متى؟ في الليل. وأي أوقات الليل؟ بعد العشاء، من بعد صلاة العشاء، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة قيلولة، ومن قبل صلاة الفجر. هذه 3 أوقات اسمها أوقات الاستئذان. أنت طفل صغير كبير يستأذن عليك في هذه الأوقات ال3. أوقات النوم. أنت ممكن تخلع ثيابك في هذه الأوقات. أنت لا ترضى أن يدخل ابن صغير ولو صغير عليك وأنت من غير ملابس. لماذا أنت لا يكون ولو صغير؟ سميت أوقات الاستئذان لأنها أوقات النوم. جرب أنت ونم هذه الأوقات ولا تتخلى عنها. عقلك جيد ومرتاح وقلبك يعمل جيد وكل شيء يسير معك جيد. نم بليل، لا تستيقظ حتى 12 وتدخل لتنام. تأتي الفجر، تنام على نفسك. أين عمر الآخر؟ نوم. لماذا نوم؟ هو استيقظ بعد صلاة العشاء مدة كبيرة. ويجلس الطالب. أين أرسان؟ 3 طلاب غابوا من الدرس بسبب واحد فقط، عدم النظام في النوم. وهكذا الإنسان. عفوا للإطالة. نعم. وقوله تعالى: أتعجبين من أمر الله. بسم الله. محمد الأستاني، أتعجبين من أمر الله. حرف استفهام مبني على فتح لا محل له من الإعراب. تعجبين فعل المضارع مرفوع علامة الرفع ثبوت من لأنه أفعال 5. بسم الله ما شاء الله. الياء من تعجبين الياء ضمير متصل مبني على سكون في محل رفع فاعل. نعم، مرة أخرى بسرعة. أتعجبين. الهمزة حرف استفهام مبني على فتح لا محل من الإعراب. تعجبين فعل المضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت من لأنه أفعال 5. الياء ضمير متصل في محل رفع فاعل. نعم. من حرف جر مبني على سكون لا محل من الإعراب. أمري اسم مجرور علامة بمن علامة جره كسرة. الله لفظ جلالة مضاف إليه مجرور علامة جره كسرة. أحسنت. سهلة إن شاء الله. ففي الآية الأولى كلمة تؤمنون من الأفعال 5 وهي فعل مضارع اتصلت به واو الجماعة
وهو مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، ليس قبله حرف ينصبه ولا حرف يجزمه، وعلامة رفع ثبوت النون نيابة عن الضمة. وكلمة يسجدان في الآية الثانية من الأفعال الخمسة، وهي فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين وهو مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفع ثبوت النون نيابة عن الضمة. وكلمة تعجبين في الآية الثالثة من الأفعال الخمسة، وهي فعل مضارع اتصلت به ياء المخاطبة وهو مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه ثبوت النون نيابة عن الضمة. ومثال الأفعال الخمسة في حالتي النصب والجزم قوله تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. فإن لم تفعلوا، لم تفعلوا، فلم حرف نفي وجزم وقلب مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وتفعلوا فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون نيابة عن السكون لأنه من الأفعال الخمسة، واو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. وكلمة لن حرف نفي ونصب واستقبال مبني على السكون محل له من الأعراب، وتفعل فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون نيابة عن الفتحة لأنه من الأفعال الخمسة، واو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. إذن الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون. ففي الآية الفعلان لم تفعلوا ولن تفعلوا من الأفعال الخمسة، وهما فعلان مضارعان اتصل بهما واو الجماعة، والأول مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون نيابة عن السكون، والثاني منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون نيابة عن الفتحة. هذا مخطط يوضح الأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. نعم، يفعل، أن يفعل، لم يفعل. وعندك الإعراب لمن كان له قلب وأراد أن يتعلم بالتكرار يتعلم ويصبح أفضل ما يكون. ونبدأ في باب جديد بعنوان باب الأفعال. قال المصنف رحمه الله: نحن الآن في باب الأفعال في صفحة 59 من كتاب الممتع للشيخ سالم المهزلي حفظه الله. قال المصنف: باب الأفعال. الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر. نحو ضرب ويضرب واضرب، فالماضي مفتوح الآخر أبدا. هذا كلام جميل للشيخ ابن أجروم رحمه الله، وهو مذهب ذهب إليه أن الفعل الماضي مبني على الفتح أبدا. هذا إعرابه وهذا تفسيره وهذا يعني مذهبه في هذا، أن الفعل الماضي مفتوح أبدا مهما اتصلت به الضمائر. نعم، اتصلت به ضمائر الرفع، سواء كانت التاء بأنواعها، الناء، تم، واو الجماعة، ألف الاثنين، عنده كله مفتوح أبدا. فمثلا يقول في كلمة كتبت، نحن لنا إعراب، وهذا الإعراب إعراب اتفق عليه جمهور النحاة. ما هو الإعراب؟ أنت تقول كتبت هذا وهذا. كتبت هذا فعل ماض مبني على، عندك كتبت مبني على السكون، وهذه التاء ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل، وهذا ليس فيه مشكلة، واضح وسهل ويوافق جمهور النحاة. وتقول في كلمة كتابوا، كتابوا، تقول في كلمة كتبوا فعل ماض
مبني على ماذا؟ على الضم، وواو الجماعة في محل رفع فاعل. هذا ليس فيه كلام. ابن أجروم يقول له إعراب آخر، يقول أصلها كتابة. كتبة، هذا أصلها. أصلها كتبة. جاءت السكون لتكرار الأمثال، تكرار الحركات. توالي الحركات هذا توالي 4 حركات، هذا شيء ليس جيد في اللغة العربية. من الصعب أن تجد كلمات فيها 4 حركات متوالية. أنت الآن لا تستطيع أن تقرأ كتبت الدرس. ما رأيك في كتبت الدرس؟ لا. توالي 4 حركات هذا شيء مكروه. مكروه. ماذا يفعل؟ سكن الثالث، سكن الحرف الثالث. لماذا سكن الحرف الثالث؟ لكراهة توالي 4 حركات. لكراهة توالي 4 حركات، فيقول فعلا ممكن 3 ولا 4؟ 4. كيف؟ 1 2 3 4. التاء مضمومة مش مفتوحة. التاء مضمومة وممكن مفتوحة كتب وممكن مكسورة، هذا ضمير. الآن صارت الكلمة فيها كم؟ 4 حركات متوالية في كلمة واحدة، هذا مكروه. تقول كتبت الدرس، هذا اسمه توالي 4 حركات. هذا في كلمة واحدة توالي 4 حركات من الأشياء المكروهة في اللغة العربية. ماذا يفعلون؟ يسكنون هذا ويقدرون هذا، يقدرون الفتحة ويضعون السكون. لماذا؟ لكراهة توالي 4 حركات. فيقول فعل ماض مبني على، هو عنده فتح دائما ولكن لا يستطيع أن يذكره، فقال الفتح المقدر. فعل ماض مبني على الفتح المقدر. ما سبب؟ لماذا سبب؟ منع من ظهوره كراهة، منع من ظهوره السكون، وجود السكون. لماذا سكون؟ كراهة توالي 4 حركات. هذا هو الكلام الذي يقصده ابن أجروم في قوله مفتوح أبدا. هو فعل ماض مبني على الفتح المقدر، منع من ظهور السكون. لماذا جاءت السكون؟ لكراهة توالي 4 حركات. ثم التاء ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل. وهنا يقول أيضا أصلها هنا فتحة. فتحة، عندنا فتحة هذا أصل، وعندنا ضمة، هذه الضمة تناسب ماذا؟ الواو. فيكون فعل ماض مبني على، أيضا كله عنده بالفتح، الفتح المقدر، منع من ظهوره ماذا؟ اشتغال المحل، اشتغال المكان بحركة. ما هذه الحركة؟ الواو. ما اسم هذه الحركة؟ حركة المناسبة. صعب؟ ألا تفهم؟ تريد ترجمة؟ محمد تفهم؟ هذا ليس معمول به، جمهور النحاة على هذا. نعم، ولكن أنت تفهم، لابد تفهم. في كتاب الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد يذكر هذا الإعراب. هذا على رأي ابن أجروم، ليس فيه مشكلة. لو أنت تقول إذا أنت أجرومي، أنت كوفي، ما في مشكلة. هذا سهل وعليه جمهور النحاة، وهذا عليه ابن أجروم، أن الفعل الماضي مفتوح أبدا. لماذا المفتوح أبدا؟
هذا مذهبه. ماذا نقول؟ ما العلة وكيف نعرب؟ نعرب هذا الإعراب ونعرب هذا الإعراب. قال المصنف باب الأفعال. الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر نحو ضرب ويضرب واضرب. فالماضي مفتوح الآخر أبد الشرح. ينقسم الفعل إلى ماض ومضارع وأمر. فالماضي نحو ضرب، والمضارع نحو يضرب، والأمر نحو اضرب. ولكل فعل من هذه الأفعال أحكام خاصة به. أولا الفعل الماضي حكمه يبنى دائما وله ثلاث حالات. انظر الأستاذ ترك. الأستاذ ترك هذا الرأي مباشرة وقال: واحد، يبنى على الفتح إذا لم يتصل به شيء، نحو قوله تعالى: قال ربك. هو يعرب مباشرة مبني على الفتح بدون الرجوع إلى رأي ابن أجرهم. خضر قال ربك. بسم الله عمرو. قال ربك. فعل الماضي مبني على الفتح. ربك فعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. والكاف ضمير متصل في محل رفع. أنت قلت ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. نعم. أو اتصلت به تاء التأنيث الساكنة، نحو قوله تعالى: قالت نملة. بسم الله خضير. قال فعل الماضي مبني على الفتح. والتاء حرف تاء التأنيث مبني على السكون لا محل له من الإعراب. نملة فاعل مرفوع علامة رفعه وضمه الله. ليس فيه شيء. إذا يبنى على الفتح إذا لم يتصل به شيء أو اتصلت به تاء التأنيث. والفرق بين تاء التأنيث وتاء الفاعل أن تاء التأنيث قبلها فتحة وتاء الفاعل قبلها سكون. قلت وقالت. قلت مبني على السكون تاء الفاعل. قلتي. وقالت هذه تاء تأنيث. وقال الحمد لله. أو ألف الاثنين نحو قوله تعالى: وقال الحمد لله. بسم الله أخي محمد. وقال وألف الاثنين الحمد لله. لله اللام الله. اسم والجملة اسمية في محل نصب مقول القول. ستدرس هذا إن شاء الله في كتاب التطبيق النحوي. قال الحمد لله. الجملة الاسمية في محل نصب مقول القول مثل مفعول به. ويبنى على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة، نحو قوله تعالى: وقالوا سمعنا بسم الله يا عبد الله. هيا عبد الرحمن. وقالوا سمعنا. وعلى حسب ما قبلها قالوا فعل الماضي المبني على الضم على الضم لاتصاله بواو الجماعة. بواو الجماعة. واو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. سمعنا فعل مضارع فعل الماضي مبني على السكون ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. ماذا قالوا؟ سمعنا مثل مفعول به. ولكن عندهم أن المفعول به لا يكون جملة. عند الدكتور عبد الراجحي يكون جملة. سندرس إن شاء الله. وقالوا سمعنا. ويبنى على السكون إذا اتصلت به تاء الفاعل، نحو قوله تعالى: ما قلت لهم. ما حرف نفي. بسم الله أخي. ما مبني على سكون. لا مبني على الفتح. لا محل. ما حرفه مبني على سكون. لا محل له من الإعراب. لا محل له.
فعل ماضي مبني على الضمة. لماذا ضمه؟ مبني على الضمة. لماذا ضمي؟ لماذا؟ فعل ماضي. فعل الماضي مبني على السكون. كل اللام فعل الماضي مبني على السكون. والتاء تاء الفاعل. نعم ضمير متصل مبني على الضمة في محل رفع فاعل. لهم اللام حرف جر حرف جر مبني على السكون. هم اسم مجرور. ضمير متصل ضمير متصل مبني على السكون في محل جر اسم مجرور. ليست مشكلة. اسم مجرور بالله. نعم هذا كلام نحوي، هذا كلام إعراب جميل. الإعراب السريع هذا لا يصح مع طالب مبتدئ، سينسى ولا يتعلم. لكن خذ إعراب تفصيلي. بعد تفصيل عندما تكون قوي وتعرب أنت لا تريد أن تضيع وقت عندها بسرعة. كل هم في محل جر اسم مجرور. لكن الآن ضمير متصل مبني على السكون في محل جر اسم مجرور. بعدما تنتهي من الكتاب قل بعد ذلك ما تحب. هيا مرة ثانية. قلت لهم ما قلت لهم ما حرف نفس مبني على السكون. لا مبني على محل له من الإعراب. لا قل فعل ماضي مبني على السكون. والتاء تاء الفاعل. لا حرف جر قم اسم مجرور. هو التاء الفعل هذا اختصار ليس الآن. عندما تنتهي من كتاب تطبيق نحوي تقول التاء تاء الفاعل وتنتهي. أستاذك كان يقول لك هكذا التاء تاء الفاعل. تاء الفاعل ضمير متصل في محل مبني على الضمة. على الضم في محل رفع فاعل. اللام لم حرف الجر مبني على كسر. لماذا أنت تقول لي ما قلت أن تقول لا؟ مبني على الفتحة فتحي لا محل له من الإعراب. هم ضمير متصل مبني على السكون في محل اسم مجرور. جر اسم مجرور. مجرور. ليس صعب إن شاء الله. تكرار بفترينا بفترينيشن بفترينو إن شاء الله سيتكرر إن شاء الله. ويبنى على السكون إذا نعم أو نرفع لي نحو قوله تعالى وقلنا لهم. بسم الله ما شاء الله محمد الآن تلاحظ. انظر إعراب. تفضل. منصوب. على حسب ما قبل. كل فعل ماضي مبني على السكون. نا ضمير متصل في محل رفع فاعل. نعم مبني على سكون. مبني على السكون في محل رفع فاعل. لهم لهم حرف الجر مبني على حرف لا محل له من الإعراب. هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر اسم مجرور. بسم الله ما شاء الله. اللغة العربية والنحو العربي ليس شيء صعب ولا محل. لا بقليل من الصبر عليه. قليل من الصبر قليل دائم تصبح عالم إن شاء الله. كثير منقطع دراسة غير منظمة لا فائدة. شيخ مواظب طالب مجتهد. أساس قواعد للعلم. تعرف شيخ مواظب يأتي كل يوم. لا يميت أمه 5 مرات. نعم بعض الناس سبحان الله كان مدرس. هذا المدرس اتصل بالطلاب هو غير منتظم. ماذا أمي مريضة أمي ماتت. وبعد شهور هو نسي أنه قال من قبل أمه ماتت. هو أستاذ عندي مشكلة عفوا الحمد لله على كل حال. ماذا أمي ماتت. أستاذ أنت تأتي من أمين؟ قال لا أم واحدة. قال من قبل كانت أم. طبعا هذا لا يكون. هذا صعب. هو مصري صعب تأخذ منه علم. هذا مثل هذا صعب. الرجل الذي يعتذر كثير وهذا لا تأخذ منه علم. إذا قابلك مدرس بهذا الأفضل أن تتركه من بداية التعلم. لأن الشيخ المواظب هو نصف العلم. شيخ المواظب نصف العلم. يبقى النصف الآخر وهو طالب مجتهد.
ما ضاع علم بين شيخ مواظب وطالب مجتهد، أيهما يسقط العلم. أو نون الإناث نحو قوله تعالى وقلنا حاشا لله. بسم الله عمرو. لو حسب ما قبلها وكل فعل مضمون على لا، هذا فعل أمر. فعل أمر. لا، فعل ماضي. لأن تتشابه فعل الأمر قلنا وفعل الماضي نفس الشيء، يرجع إلى سياق الكلام. قلنا الحق، قلنا الحق ممكن ماضي ممكن أمر، نفس الشيء. قلنا نفس الشيء، تختلف سياق الكلام. وقلنا حاشا لله. تفضل الواو. على حسب ما قبلها وقول الفعل الماضي نعم مبني على السكون. نعم باتصاله بنون الإناث. نعم بنون الإناث. وكلمة حاشا لله هذا ستدرسها بعد ذلك، هذا مفعول مطلق منصوب ستدرسه بعد ذلك إن شاء الله. كلمة حاشا لله. تقريبا انتهينا من هذا، ونبدأ غدا إن شاء الله في فعل الأمر وعلامة بناء فعل الأمر إن شاء الله، والفعل المضارع، ونستكمل إن شاء الله. نرجو من الله قبل العيد إن شاء الله. غدا تقريبا يبدأ إن شاء الله أيام الحج، 10 أيام 9 أيام قبل الحج، أقسم الله سبحانه وتعالى بها في بعض التفاسير. قال الله سبحانه وتعالى والفجر وليال عشر، قالوا هي العشر الأول من ذي الحجة، وفيها طبعا تستعظم العبادة عند الله. العبادة فيها تكون جيدة من قراءة قرآن وصلة أرحام وإطعام طعام وصدقة وتقرب إلى الله بالعلم الصالح. من الغد إن شاء الله نبدأ. ممكن فرصة جيدة مثل هذا استراحة للقلب لكي يأخذ شحنة إيمانية وأوكازيون. تعرف أوكازيون؟ هذا عرض يحدث دائما في معظم المحلات، تكون فيها عرض، يقولون خصم ديسكاونت. نعم خصم. ما هذا الخصم؟ يقول 100 تكون ب50 فقط. كل الناس يذهبون إلى هناك. لماذا؟ هذا شيء فيه فائدة كبيرة. اشتري 2 وواحد هدية. أين هذا المكان؟ في كل مكان الآن موجود. الله يصنع لك مثل هذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكم في أيام دهركم لنفحات. نفحة شيء جيد مثل هدية، مثل ألا فتعرضوا لها. الله يعطيك هدية يقول فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أن فضل العبادة فيها مثل رجل نعم خرج بماله لا يعدله إلا هذا الرجل، رجل خرج بماله ونفسه في سبيل الله فلم يرجع لا بماله ولا بنفسه، فثواب العبادة يقترب من ثواب هذا الرجل. كلنا نريد مجاهد جيد، هذا أيضا من أعمال الجهاد، هذا جيد جدا، أعمال عبادة. عندما يأتيك داعي الجهاد حي على الجهاد تستطيع بسم الله اذهب، ولكن هذه أعمال صالحة جيدة الأعمال فيها. واختلف العلماء يعني أيهما أفضل، هل هي أم العشر الأواخر من رمضان في الفضل، واتفقوا تقريبا على أن ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي العشر الأول من ذي الحجة، وأيام العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل من عشر الأواخر من رمضان. هناك ليال وهنا الأيام. فاليوم نحاول صيام، لماذا لا؟ مع إني لا أستطيع، لكن سنحاول إن شاء الله. من الغد سأحاول. من غد إن شاء الله. أنا قلت غدا؟ نعم. لماذا أنا قلت هذا؟ لأني ما تعودت سبحان الله. من غد إن شاء الله. من غد أستاذ عمرو. اليوم رؤية. اليوم في السعودية كل العالم ينتظر هذا رؤية. السعودية تقول غدا أول أيام شهر ذي الحجة
إذا تبدأ من الغد إن شاء الله تصنع لك نظام اليوم تصنع لك نظام. كيف دروس عند مغرب، كيف أتلقى علم، كيف نصوم أم لا أصوم، لا نجتهد في الصيام إن شاء الله. وأنا أدعوكم إن شاء الله إلى هذا العمل وأنبهكم به، وأنت عندك إخوة وأصدقاء وأصحاب أيضا تذكرهم بهذا، ينتشر الخير إن شاء الله. زوجتي ذكرتني بهذا وأنا اليوم أذكركم بهذا. نعم. يوجد دليل على هذا الصيام؟ لا، أنت تقرأ هذا وأنا أقول لك الخبر، هذا ما أعرفه لأني لست رجل دين يعني متفقه، ولكن أنت اسأل وأعطينا، يعني اسأل وأعطينا. غدا اليوم تسأل هل كلام الأستاذ هذا جيد أم لا جيد؟ لا، ابن عثيمين سمعتم سمعت؟ نعم، يتكلم فيها. هو ما فيش دليل شرعي، لكن هو رغب في ترغيب إن يفضل فيها الأعمال الصالحة. نعم. ومن أفضل الأعمال الصالحة هو الصوم. يعني أتى من ناحية الصوم ويجمع مع أعمال. نعم، يعني يصوم ويجمع أعمال. يبقى أنا مثلا صايم وأتصدق، نعم. وأكثر من فعل الصالحات. نعم. والله كان عندي ورقة شافية جميلة جدا. أفضل نصومنا، أفضل نصوم هو قال العمل الصالح. ما رأيك في الصيام؟ من الأعمال الصالحة. من صام يوما من غير الفريضة باعد الله بينه وبين النار 70 سنة. نعم إن شاء الله. والله عندي ورقة في هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.